السلام عليكم. برباوي محمد، 36 سنة، من ولاية بشار. اليوم سيكون موضوعنا عن الهمة والتحدي. الأمر اللي راه تراند هاد الأيام هو سجود كريستيانو رونالدو وإسلام أندروتيز، والتراند اللهم أعز بها الإسلام والمسلمين. هذا الأمر يخلي الشخص اللي عنده بصيرة وعقل يفكر به يطرح تساؤلات: كيف شخصين كما هادو أعز بهم الإسلام والمسلمين، مع أنه لو نشوفوا حياتهم الشخصية فوضى عارمة. شخص عايش بالزينة مع ولد زينة، اللهم أعز به الإسلام والمسلمين. كيف همة الشخص المسلم يفتخر بشخص مثل هذا؟ وكلامي نعاود نذكر، كلامي موجه للشخص اللي عنده بصير. أنا لا أتكلم عن كريستيانو رونالدو مساره المهني كلاعب كرة قدم، ولا أندروتيت لما درت بحث لقيت شخص رافد سيجار وماشي وجاي. مع أني أنا مقتنع أن حياة البذخ إذا ما كانت تجارة في الممنوعات تكون التجارة إنسان ديطاي يبيع الإنسان ديطاي. هذا هو زعما حياة البذخ. لا علينا، نقولوا لموضوعنا الهمة. الشخص اللي تربى على أسامة بن زيد والزبير بن العوام رضوان الله عليهم، أكيد شخص مثل اللي ذكرتهم ما راح يأثروا فيه. لذلك الخلاصة، همة عالية تحتاج إلى شكر النعم أكثر. كل شخص يحوس أن تكون الهمة نتاعها عالية ويخلي البصمة في المجتمع، لازم الشكر النعم يكون أكثر. لذلك رسالتي: أخرج الإنسان اللي بداخلك، كن إنسان، ومن بعد خير الشعيرة اللي بغيت. صح، أولا لازم تكون إنسان. لذلك أنت تعلم وعلم أبنائك، زوجتك، جارك، أخوك شمائل النبي عليه الصلاة والسلام.